اهلا بيكم في فيديو جديد. لو عندك بقى لفة جلاش يلا طلعيها، هنعمل مع بعض النهارده صينية جلاش تحفة. متأكدة من سهولتها وبساطتها هتحتفظي بيها رمضان. بنحب نعمل كده في رمضان وصفات حلوة سهلة وسريعة بعد الفطار، متاخدش معانا وقت وما توقفناش كتير في المطبخ. مش هتلاقي انسب من الوصفة دي، من غير بقى ما تورقي ورقة ورقة ولا اي حاجة. هنحضرها بطريقة تشكيل حلوة قوي وجديدة، كمان شكلها بيكون جميل قوي على السفرة، وحشوة كمان بسيطة جدا في منتهى الجمال. تعالوا يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض الطريقة. اول حاجة هبدأ بيها الشربات. معايا كوبايتين من السكر، وكمان هضيف عليهم كوباية من المية. هنزل عليهم كمان بنص عصير ليمونة، ومش هقلب ولا هاجي جنبه خالص. هرفعه بقى على النار، هيقعد معانا على النار حوالي كده 5 دقايق. هو اول ما يبدأ يغلي وطي عليه وسيبيه كده 3 دقايق ولا حاجة. وبعد كده هنعمل بقى الحشوة، عبارة عن جوز هند، كمان معايا زبيب وسوداني مجروش، وهنزل عليهم كمان بمعلقة كبيرة كده من السكر. لو بتحبوا كمان القرفة ضيفوا نص معلقة صغيرة، بتديها طعم حلو قوي، بتديها كمان ريحة تحفة. هقلب بقى الحشوة كده مع بعض وهخليها على جنب. بعد كده معانا الشربات خلاص بقى جاهز، هقلبه بس تقليبة واحدة. وبعد كده هطفي عليه النار وهضيف عليه نقطتين 3 كده من الفانيليا، سواء فانيليا بقى سائلة او فانيليا باودر، اي حاجة اللي متاحة عندكم. وهسيبها بقى تبرد، هنفضيها ونسيبها تبرد. اهم حاجة ان هي تكون باردة جدا، لازم حاجة من الاتنين تكون هي اللي باردة، يا الجلاش يا الشربات. فبما ان احنا دلوقتي بدأنا بالشربات هنسيبه بقى يبرد ونحطه في التلاجة شوية عشان الجلاش يبقى سخن، واول ما نطلعه من الفرن نضيف عليه على طول الشربات. معايا بقى لفة الجلاش قسمتها بالنص كده، واهم حاجة طبعا هنغطيها علشان بتنشف بسرعة جدا. وبعد كده هاخد بقى ورقة ورقة، انا سيحت سمنة، ممكن بقى زيت على سمنة او سمنة بس او زبدة، او يعني اللي انتوا عايزينه. هديها دهنة بسيطة جدا. وبعد كده بص بقى طريقة التشكيل دي تحفة، مفيش ابسط منها وبتدي شكل جميل قوي. مسكتها من النص كده وكشكشتها من الجنبين، وبعد كده هحط الحشوة في النص وهقفلها من الجنبين. وبعد كده هبرمها بقى كده والفها، هتدي معاكم شكل في منتهى الجمال. شايفين طريقة سهلة ازاي؟ الشكل ده بيكون حلو قوي كمان لما بيستوي كده وبيتحمر، بتبقى شكلها جميل قوي. حابة ان انا اوريكم كمان على واحدة علشان يعني توضح لكم اكتر وتبقى سهلة بالنسبة لكم. هي بسيطة جدا زي ما قلت لكم، بتمسكوا كده من النص وتكشكشوا من الجنبين، وبعد كده بتحطوا الحشو بتاعكم في النص، بتقفلوها وبعد كده بتلفوها بالطريقة دي. طبعا الصينية اللي انا بحط فيها اللي انا بشكله ده دهناها سمنة، اهم حاجة تكون هي مدهونة سمنة كويس جدا، او المادة الدهنية اللي انتوا بتستخدموها سواء زبدة او زيت، اهم حاجة بس ان هي تكون مدهونة مادة دهنية. ممكن الحشوة كمان تبقى كاسترد، ممكن تبقى كريمة الحلويات او قشطة الحلويات. مش لازم مكسرات بس لو مش متاحة عندكم، يعني ممكن الحشوة اللي انتوا حابينها. اهم حاجة بس ان انتوا وانتوا بتقفلوها يعني بتلفوها كده بصوابعكم بتضموها، ونقفل الجنبين كويس علشان الحشوة ما تقعش. وبس كده خلصنا كل الكمية اللي معانا. هدهنها بقى من على الوش كده سمنة، طبعا زي ما قلت لكم الصينية كمان مدهونة سمنة. هشغل الفرن على درجة حرارة 180، وهدخل صينية الجلاش تقعد حوالي كده 20 دقيقة. لو ما خدتش لون هشغل عليها الشواية تاخد لون بسيط كده زي ما انتوا شايفينه، يا دوب دقيقة واحدة بس، دقيقتين بالكتير قوي، وهيطلع معاكم جلاش في منتهى الجمال. اول بقى كده ما يطلع وهو سخن ننزل على طول عليه بالشربات اللي احنا سيبناه يبرد في التلاجة. مهم جدا زي ما قلت لكم يبقى الجلاش سخن والشربات بارد. بس هننزل بقى عليه كده بكمية الشربات، وما تخافوش الكمية دي كلها يا دوب بس هتاخد كفايتها منه، وبعد كده هنصفيها، مش هناخد كل الشربات ده مش محتاجينه. لو اتبقى معاكوا شربات طبعا بتشيلوه كده في التلاجة تحتفظوا بيه لمرة تانية، وهيبقى جاهز معاكوا على طول. معايا بقى اهو الجلاش هنصفيه بالطريقة دي، شكله حلو جدا والتحميرة بتاعته حلوة قوي،
شكله كده جميل على السفرة، ولو عندك ضيوف تقدمي لهم الجلاش ده هيبقى شكله جميل قوي. ويعني طريقة تشكيل جديدة كده ومختلفة، وزي ما انتوا شايفين ما خدتش معانا وقت، سهلة وبسيطة. احتفظوا بقى بيها رمضان واعملوها كتير، هتبقى سهلة كده عليكم وتتهنوا بيها ان شاء الله. ويا رب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو، فتحت نفسكم عليه كده وتقوموا تعملوها. جربوها وان شاء الله تاكلوها بألف هنا. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم. هستنى بقى رأيكم الجميل في الكومنتات، متنسوش تعملوا لي لايك والشير. ولو انت اول مرة تشوفوني متنسوش السبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا الفيديوهات بتاعتي الجديدة. شكرا جدا، وان شاء الله اشوفكم على خير. مع السلامة.